ماتش في الدوري المصري فيه 7 اجوان. ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان ده؟ والله هتعود على الكلام ده بقى، مش هينفع. ايه يا جدي الحلاوه والجمال دول يا جدي؟ ايه يا جدي ده؟ جدي عمل الشوط التاني ماتش عظمه. كولر امبارح اتعلم من غلطه الشوط الاول ونزل الشوط التاني. لا يا باشا، افتح لي بقى الملعب العب. مش انت يا عم ايمن عايز تفتح الملعب وتلعب جيم هجومي؟ افتح بقى الملعب انا وانت نهاجم ونشوف مين هيسجل اكتر. وهو فعلا ده اللي حصل الشوط الثاني. ماتش الشوط الثاني عظمه عظمه من الفرقتين وخصوصا من الاهلي طبعا. هو ده اللي مفرحني. ويا جماعه والله بنفرح لما نشوف الاهلي بيلعب كوره كويسه. بنفرح لما نشوف ماتش في الدوري المصري طالع بالجوده دي او طالع بالمتعه اللي احنا شفناها دي. عايزين نشوف الماتشات دي كتير بقى في الدوري المصري عموما، مش من الاهلي بس. وطبعا بشكل خاص لي انا ولكل جماهير الاهلي ان احنا نشوف كولر نازل كل ماتش بالهجوم ده. احنا عايزين نتبسط واحنا بنتفرج، احنا مش عايزين 1-0 وخلاص والماتش خلص. ماتش ميت بقى ال 90 دقيقة. لا يا عم، انزل يدخل فيك اجوان، تسجل اجوان اكتر ونشوف مين هيكسب بقى. فالشوط الثاني عظمه من كولر بصراحه. وانا مش هطول في الفيديو ده. انا في الفيديو ده جاي اتكلم من خلال 4 حاجات بس او 4 لعيبه. 4 لعيبه عايز اتكلم عليهم وخلاص. اول واحد هو الشناوي شوط اول عظيم فعلا، انقذ الاهلي فيه من 3 4 انفرادات. الاهلي كان ممكن يطلع خسران عادي جدا 3-0. فشوط عظيم من الشناوي يرجع لنا الشناوي اللي احنا بنحبه واللي احنا متعودين عليه. وهتبقى حاجه جميله جدا لو الشناوي رجع لمستواه فعلا. هيبقى مكسب كبير قوي للاهلي، وخصوصا في وجود شوبير على الدكه اللي هو حارس قوي برضه ما يقلش عن الشناوي حاليا في حاجه. فرجوع مستوى الشناوي حاجه مهمه جدا للاهلي والفتره الجايه، لان الاهلي طبعا ماتشات كتيره في الموسم، الاهلي مشارك في كذا بطوله. فمهم ان الحارس الاول اللي هو الشناوي يرجع لمستواه. واحنا عارفين مستوى شوبير من السنه اللي فاتت، لان فعلا الشناوي لولا كنا طلعنا الشوط الاول خسرانين. وكولر اتكلم عن النقطه دي ان الشوط الاول ده من اسوأ الاشواط بالنسبه له. اتكلم كمان كولر ان الشناوي انقذ الفريق في وقت حرج كان ممكن الماتش يتقلب تماما على الاهلي، واحنا شفنا ده بعينينا كمان. تاني لاعب عايز اتكلم عليه هو رافينيا محمد طاهر. يا جماعه والله اللي بيعمله رافينيا في برشلونه الموسم ده واللي بيعمله طاهر في الكام ماتش اللي احنا شفناه ليهم ده، الاتنين تقريبا نفس المستوى. الاتنين كانوا بيتشتموا كتير جدا. الاتنين بادئين الموسم بفورمه عاليه قوي. طاهر محمد طاهر هو ده اللي احنا عايزينه منك يا طاهر. والله احنا مش بننتقدك على الفاضي. احنا لو انت لعبت كويس هنفرح بيك جدا. فهو ده اللي احنا عايزينه من طاهر. طاهر ممكن يكون الصفقة القوية للأهلي الموسم ده لو طاهر رجع لمستواه وثبتنا الثلاثية بتاعت طاهر ووسام والشحات دي. فالثلاثية دي هتبقى حاجة جميلة جدا. ورجوع مستوى طاهر او هو ده اللي مستنيه من طاهر من ساعة ما جه. مفيش بقى رجوع مستوى، هو طاهر تقريبا ما قدمش تألق ده من ساعة ما جه. فنتمنى من طاهر ان هو يستمر على الأداء ده، ان هو يفضل بالأرقام المميزة دي. طاهر تقريبا من اول الموسم او من بدايه الموسم قصاد جورماهيا في افريقيا لعب 6 ماتشات، جاب 4 تجوان 3 اسيستات، يعني 7 مساهمات في 6 ماتشات. ده رقم كبير جدا على لاعب مصري. مش هقول لك بقى على طاهر، على لاعب مصري ان لاعب مصري يكون عامل الارقام دي. فمن خلال السوبر المصري وماتش الدوري وماتش افريقيا وماتش العين في الانتر كونتيننتال، لا طاهر باين ان هو باذن الله داخل بفورمه قويه جدا. ونتمنى الاستمراريه دي من طاهر طبعا. ثالث لاعب عايز اتكلم عليه هو وسام ابو علي. وسام ابو علي الماتش ده عز ما كان الفريق في الشوط الاول ممكن الشوط الاول يخلص والفريق خسران او متعادل حتى، لا وسام ابو علي بمهاره فرديه وبلقطه فرديه من فاول قدر ان هو يطلعك من الشوط الاول وانت كسبان 2-1. فوسام ابو علي كل ماتش احنا بيثبت لنا ان احنا معانا مهاجم عالمي، مهاجم كبير جدا، مهاجم تقيل فعلا. احنا كنادي اهلي نستاهل ان يكون عندنا مهاجم زي ده بعد الفتره اللي فاتت دي كلها. فمسام ابو علي طلعك الشوط الاول متقدم، دخلك الشوط الثاني في اول دقيقه، جاب الثالث بتحرك مميز جدا منه وبرأسيه جميله جدا. جاب الثالث خلاص انت مش هقول لك موتت الماتش، بس انت بقى عليك بقى عندك افضليه. انت متقدم بجونين دلوقتي، سيراميكا هو اللي مطالب ان هو يهاجمك. هو بالجون ده خلاك تستريح بدري بدري كده من الشوط الثاني. وطبعا مش هنتكلم عن الضغط اللي بيعمله وسام اول دقيقه لحد اخر دقيقه، شفنا ده بعينينا. وهو اتكلم عن النقطه دي في مؤتمر ليه او اتكلم في لقاء ليه بعد الماتش، ان هو ده شايف ان هو ده العادي بتاعه، ان ده العادي اللي المفروض يحصل، وان هو لو ما ضغطش بيحس ان هو كسول في قلب الملعب. فوسام طبعا كل ماتش هنفضل نمدح فيه، كل ماتش هنتكلم ان بقى عندنا مهاجم قوي جدا في الاهلي، مهاجم نستاهله من سنين وسنين. واخر لاعب هنتكلم عليه بقى هو حسين الشحات. حسين الشحات اللي جاب لك جون مميز قوي، جون اول مميز قوي في الوقت اللي انت كنت فيه ما بتقدمش احسن كوره، في الوقت اللي انت راح عليك كور كتير جدا
لا هو خلاك متقدم بالجون الاول اللي جابه ده، كان جون مهم جدا في عز ما الفرقه كان بيطرح عليها بكور كتير. طبعا الجون الرابع اللي جابه اللي هو بعد جون وسام، والجون ده هو بقى اللي متهيألي ان هو قتل الماتش. يعني جون وسام خلى الفرقه تبقى عندها ثقه اكتر، هدى الماتش شويه. جون الشحات قتل الماتش. مستنيين بقى فورمتك يا شحات السنه دي، مستنيين الفورمه من الثلاثي الهجومي ده اللي هم كانوا نجوم ماتش النهارده، طاهر ووسام والشحات. الشحات اتمنى يفضل بالاستمراريه دي، هو وطاهر. وسام عنده الاستمراريه دي، وسام كويس جدا. اتمنى بقى من طاهر والشحات وخصوصا طاهر ان هم يكملوا بالاستمراريه دي. حسين الشحات جونين بدايه ولا اروع منه. هداف الجيل الحالي للاهلي ب 58 جون، هو هداف فرقه الاهلي او الجيل الاهلي الموجود حاليا. ماتش جميل جدا من كولر بالذات الشوط الثاني، ماتش جميل جدا من الشناوي وسام والشحات في الشوط الاول. شالوا فيه الفرقه في الشوط الاول، نزلوا الشوط الثاني الفرقه كلها كانت بتلعب كويس. ضيعنا كتير جدا بس خلاص ما دام بنهاجم وبنوصل كتير، اكيد ما فيش اي فرقه في العالم هتوصل كتير هتجيب كل الكور اللي هي بتجيبها. فما دام بنوصل كتير وقدرنا نسجل 5 اجوان، فده معناه ان الفرقه لا قادره ان هي تصنع فرص كبيره جدا جدا. وده الاهم، ان انت تصنع كتير. ما فيش فرقه في العالم هتروح ب 20 كوره هتسجل 20 كوره. الاهم ان انت تروح ب 20 كوره، ال 20 كوره دول يبقى منهم مثلا 10 15 على المرمى، تسجل بقى منهم اللي تسجله، بس المهم ان انت بتصنع فرص. وده اللي كولر ابتدى يعمله من ماتش الزمالك، ان الفرقه لا الفرقه نازله بتهاجم. واعتقد كولر اتعلم الدرس من ماتش السوبر الافريقي اللي الاهلي كان سيء جدا فيه. نزل من اول ماتش الزمالك في الفاينل، ماتش العين، ماتش النهارده، لا بنشوف وش تاني من كولر، وباذن الله يستمر بالمستوى ده. وبس دي كانت حلقه النهارده كده عن ماتش الاهلي. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، ما تتفرجوش وتجروا. نتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.